الخناقات كلها بتدور على فقدان الثقة بين الاتنين. كل واحد حاسس ان التاني ما بقاش جنبه، ان الحب اتغير، وان اللي كان بيحضنه بقى مشغول بحياته وسط الظروف الصعبة اللي احنا فيها، رغم ان حياتهم هما الاتنين. عشان كده مش شايفين التعب اللي في عينين بعضيهم، وكل واحد بقى ليه مكان معزول عن التاني. بقت في مسافة كبيرة بينهم، مسافة كلها وجع وهموم. الظروف والضغوط خدت مننا احسن حاجة، الحب والمسامحة والرحمة بين الأحب. هو ده اللي اتنسى ومحتاجين نرجعه من تاني. هنفضل على كده ونستنى الانفجار الأكبر ولا نبدأ إحنا؟ هنا أنا بقولك اسمع مني وابدأ أنت، وخلي البداية من عندك. ابدأ باعترافك بنفسك إنك فعلا مضغوط، بس ده ما يمنعكش إنك تبعد وتزود المسافة بينكم. ابدأ بسؤالك لنفسك، أنا ممكن أكون مقصر في إيه؟ ابدأ بحاجة صغيرة زي كلمة أنا لسه بحبك في أي وقت من اليوم. ولو مش قادر تعملها وشايفها تقيلة على لسانك، ابعت رسالة من تليفونك، ابعت له وقول له حاسس بيه. حاول تقرب شوية، يمكن ترجع اللي راح منك. لأنك لما تبدأ أنت، مش معنى كده إنك ضعيف، ده معناه إنك واعي. ده معناه إنك عارف إن اللي بينكم يستاهل، وإن الحياة مهما كانت صعبة ما ينفعش تتخلى عنها بكل سهولة. الخلاصة هقولك على كام حاجة تعملها، والكلام ده ليكم انتوا الاتنين. لما تحس انك متضايق اتكلم بهدوء وما تجرحش. لما تلاقيه ساكت وشكله مخنوق اسأله مالك بابتسامة. خصصوا وقت معين اتكلم فيه، حتى لو كلام بسيط. كلمة انا جنبك اوقات بتطمن اكتر من 1000 تصرف. لو الضغط زاد عليك افصل شوية، اخرج يا عم واطلع اتمشى شوية. وبلاش تقارن، لان كل واحد ليه مميزات وعيوب. وكل يوم افتكر ان اللي معاك مش ضدك، هو بس موجوع زيك بالظبط. لان في ضغوط بتكسر وفي ضغوط بتقرب، واللي بيفرق بينهم مش حجم المشكلة، اللي بيفرق ايدك لما تمدها بوردة وتقول انا معاك ما تخافش. في بيوت كانت هتقع بس وقفها حضن في وقت مناسب. في بيوت كانت مليانة حب بس وقعها كلمة اتقالت بعصبية. ما تستناش حياتك تقع منك بكل سهولة عشان ترجع تصلحها، الحقها بكلمة. احتوي قبل ما تطلب بالاحتواء، لانك لما تطمن اللي جنبك هتلاقي اللي يطمنك. واللي بيحس ان في حد شايف تعبه بيعرف يعيش، ويمكن وقتها ترجع تلاقي راحة بالك جنبك